فيلمنا بيبدأ لما إريال كانت لسه طفلة ومامتها عايشة، وبنشوف الملك شيبان وهو شاب وبيحكم محيط أطلانتس، ومتجوز من حورية جميلة ومخلف منها 7 بنات، من ضمنهم إريال اللي كانت أقرب واحدة لوالدها. وبنعرف إن زوجة الملكة أثينا صوتها حلو وبتحب الموسيقى، علشان كده بناتها وكل المملكة بيحبوا الموسيقى بسببها. وفي يوم احتفالهم بذكرى زواجهم وقتها كان باين على الملك شيبان انه بيعشق زوجته جدا وبيهديها صندوق موسيقى. وفجأة بتظهر عاصفة سودة، ومن وسط العاصفة دي بنلاقي سفينة عليها قراصنة وبتصطاد كل حاجة تشوفها، فبيهربوا كل أهل المحيط والملك وبناته بسرعة. وأثناء ما الملكة بتهرب بترجع علشان تاخد الصندوق الموسيقي، وللأسف السفينة بتوصل لها وبتموت الملكة أثينا. وهنا كل حاجة بتتغير، فبيحزن الملك جدا وبيقرر يمنع عن موسيقى المملكة للأبد. ومن اللحظة دي قرر يقفل قلبه تماما. وبتعدي 10 سنين والبنات بتكبر، وإريال بتكون عندها 15 سنة، واخواتها كل واحدة ليها طبع خاص. وبتدخل عليهم المربية مارينا والمساعد بتاعها بن. وكانت مارينا مش مجرد مربية وبس، دي كانت عقل مدبر بيخطط في السر عشان تسيطر على المملكة كلها، وعينيها على كرسي السلطة. وبتقول لهم مارينا انهم لازم يجهزوا بسرعة لان ده الوقت اللي بيقابلوا فيه والدهم الملك زي كل يوم. وبيروحوا ال7 بنات يقابلوا والدهم الملك، واللي بيكون معين عثمان مسؤول الرقابة على التزام الاميرات بجدول الملك الصارم. والملك بيراجع ورا البنات واحدة واحدة المهام اللي كانت عليهم اذا خلصوها ولا لسه. الاخت الكبيرة أتينا بتقاطع كلامها إريال وما بتهتمش بالعادات الملكية، وبتطلب من والدها انهم يروحوا جولة فوق الشعب المرجانية. ساعتها الملك بيرفض وبيقولها انه ما عندهوش وقت، وبياخدهم لجولة الصباح زي كل يوم. وبيبان على إريال انها ملت من العادات والحياة الروتينية، بس إريال اللي عرفناها مش بتستسلم وبتضايق اختها بالشعب، وبيجروا ورا بعض وبيلعبوا من غير ما الملك ياخد باله. وبعد الجولة ما بتخلص الملك بيطلب من البنات يرجعوا للمهام بتاعتهم، الا إريال بيقول لها مفيش اميرة تضايق اختها بالشعب المرجانية. فبتنصدم إريال ان الملك شافهم وبيعرفها ان ده مش لازم يحصل ابدا، وبيعاقب إريال بانها تنظف الصدف من كل العواميد. وبنرجع لبن اللي بيدخل اكل السمك، والغريب انه حابسينه في زنزانة. وبتدخل مارينا اللي بتكون متضايقة بسبب انه عثمان مديرها وانها عايزة تاخد مكانه بأي طريقة، وبتسأل بن إذا أكل السمك اللي في الزنزانة، وبيطلع ان السمك ده سمك مفترس بتربيه مارينا علشان تطلعهم وقت اللزوم. وبتقول لبن انها اكيد هتمسك على عثمان غلطة وتعرف الملك بعدها وتحكم هي. اما اريال بتكون بتنفذ عقوبة والدها، واثناء كده بيظهر فلتة وهو لسه طفل صغير، وقتها بيلعب في الانابيب الجوفية علشان يطلع منها اصوات موسيقى. والاول مرة اريال بتشوفه وبتروح تسأله هو مين وايه الاصوات دي، فبيرتبك وبيقول لها انه كان بينظف الانابيب بس. وفجأة بتظهر الشرطة وبتقوله ممنوع اي نوع من الموسيقى بأمر الملك شيبان، وبكده انت اخترقت القوانين. ولسه هيمسكوا فلتة بياخد اريال وبيطلع يجري منهم، وبيكون مش عارف ان اريال بنت الملك شيبان، والشرطة بتكون وراهم وبتطاردهم لغاية ما بيوصلوا للقصر. وعثمان بيشوفهم، واول ما بيعرف عثمان ان فلتة طلع موسيقى من الانابيب بيؤمر الشرطة انهم يحبسوه في السجن. بس اريال بتلحق الموقف وبتكذب على عثمان وبتقوله ان فلتة صاحبها وانه كان بينظف الصدف معاها زي ما الملك امر. لحظتها عثمان بيطلب منها تدخل القصر حالا، وفلتة بيحذره لاخر مرة وبيسيبه وبيمشي. وبالليل البنات بتتجمع ومنهم واحدة بتحط ماسك لتفتيح البشرة، وبيحاولوا يسلوا وقتهم بأي طريقة. فبيدخل عليهم والدهم علشان يطمن عليهم، فالبنات كلها بتتجمع ما عدا اريال اللي بتكون واخدة موقف. وقتها الملك بيتضايق وبيسيبهم وبيطلع.
فبتروح ليها أختها مهما عملتي مفيش حاجة هتتغير. وبعد شوية إريال بتيجي تنام بتشوف فلتة بيتسحب جوه القصر، فبتستغرب من تصرفه وبتمشي وراه من غير ما ياخد باله. والأغرب إن فلتة بيكون خايف حد يشوفه، وبيوصل لعند مغارة وبيقول كلمة السر بهزة من ديله وبيدخل جوه المغارة، وكل ده شايفاه إريال اللي بتدخل وراه، لأن ده المخبأ اللي السمك بيتجمع فيه وبيعزفوا وبيغنوا ورقص وموسيقى. فبيشوفها فلتة وبيحاول ما تخليهاش تشوف مين مغني الحفلة، والصدمة إن مطرب الحفلة بيكون عثمان وبيغني مع فريق أغنية شيك شاك شوك سنيورة. لا وفرحان قوي، بس بيلاقي إريال في وشه فبيفقد الوعي، وكل السمك بيقولوا يا فكيك والكل بيهرب. فبتقول لهم إريال استنوا يا جماعة أنا مش هقول لحد حاجة، وبتبدأ تغني وبتطبل، وفلتة بيروح ليها وبيرقص معاها فبيطمنوا ليه وبيظهروا لها، وبتغني وبتقول إنها بتحب الموسيقى قوي. وبعدها بيخلوها تحلف اليمين إنها تحافظ وتساعد محبين الموسيقى، وفعلا إريال بتحلف وبتخلص حفلتهم السرية. وتاني يوم الصبح البنات كلها بتتجمع حوالين إريال وهي بتخطرف بكلمات الأغنية، ولما بتصحى كنتي فين امبارح؟ صحينا بالليل وكنتيش موجودة في فرشتك. فبتقول لهم إنها كانت بتساعد صاحب ليها. وهنا بتطلع أختها الكبيرة أتينا أداة موسيقية وبتقول لها طيب دي بتعمل إيه تحت مخداتك؟ فبتضطر إريال تقول لهم الحقيقة، وبتعرفهم إن في نادي سري تحت الأرض بيتجمع فيه السمك وبيغنوا وبيعزفوا ورقصوا حاجة ولا في الخيال. واخواتها بينبهروا وبيطلبوا منها تاخدهم النادي ده، وطبعا إريال بتوافق تاخدهم، والبنات بتتحمس بس الأخت الكبيرة أتينا بترفض وبتقول لهم دي مخاطرة كبيرة. وبعد ما حيلات البنات عليها بتوافق هي كمان. بالليل بيروحوا النادي السري، ولما بيوصلوا بينطلقوا بيكونوا طايرين من السعادة وبيعرفوا ان عثمان هو اللي بيغني في النادي من زمان. ومن الناحية التانية بتكتشف مارينا غياب البنات من سرايرهم وبتمشي ورا خطواتهم لغاية ما للأسف بتوصل المكان النادي السري، وبتشوف عثمان هو اللي بيغني والبنات حواليه. وبكده مارينا لقت غلطة على عثمان، وعلى طول بتروح للملك وبتقوله على كل حاجة. وتاني يوم لما البنات بتروح لنادي السري وأثناء ما هم بيغنوا كبس عليهم الملك وقفشهم وهم متلبسين وآلات الموسيقى في ايديهم، وبيقبض على السمك علشان يرميهم في السجن، وبيعين مارينا بمنصب عثمان، وبيعاقب عثمان بالسجن هو كمان، وبيأمر البنات ترجع للقصر وبيدمر النادي تماما. وأول لما بيرجعوا الملك بيعاقب إريال إن ما تخرجش من القصر خالص، بس إريال برضو مش بتسكت، تقف قصاد والدها وبتقوله ما عملوش حاجة غلط وإنهم بيحبوا الموسيقى وده من حقهم. ولما الملك بيسمع الكلام ده بيتعصب وبيغضب وبيقول لها إنه مش عايز موسيقى في مملكته، وبيدخلوا أوضتهم وكل البنات بتبقى زعلانين من إريال لأنها هي السبب في كل اللي حصل ليهم. لا وكمان مش بتسكت وبتقف قدام والدهم وبيناموا وهم زعلانين. لكن في الجانب التاني مارينا عاملة فرح لأنها قدرت أخيرا تشيل عثمان من مكانه وتاخد هي المنصب. وطبعا مارينا لسه ما نفذتش خطة الأكبر تتخلص من إريال ويفضلها الجو. وبعد ما الكل ما بينام بيروح الملك عند تمثال مراته وبيفتكر ذكرياته معاها وهو حزين، والراجل طلع مخلص قوي لمراته على غير العادة يعني. أما إريال بتقرر إنها تسيبهم وتمشي وبتروح للزنزانة اللي محبوس فيها عثمان وباقي السمك وبتكسر القفل، لكن عثمان ما بيوافقش انهم يهربوا وانها بكده هتكسر قلب والدها. لكن إريال بتكون مصممة وبتقول له انا ماشية بيك او من غيرك، فبيقتنع عثمان وبيهربوا كلهم مع إريال. وعثمان بيوديهم ارض بعيدة عن المملكة وبتكون فاضية تماما علشان يعيشوا فيها ويعزفوا موسيقى زي ما هم عايزين. ومن الناحية التانية بيكون الملك قاعد يتكلم مع مارينا وبيقول لها ان هو حاسس انه
كان قاسي مع عثمان جدا. ولسه بيتكلموا بتدخل أتينا بنته وبتعرفوا انهم مش لاقيين اريال في اي مكان في القصر. فبيتفاجئ الملك وبيؤمر الحراس يدوروا على بنته في كل مكان. والصدمة لما بيعرف ان كمان عثمان واللي معاه هربوا. والكارثة ان مارينا الشريرة بتطلب من بنبن مفتاح الزنزانة بتاعت السمك المتوحش، لكن بنبن بيرفض طلبها علشان محدش يتأذى. لكن مارينا بتقدر تاخد المفتاح من غير ما ياخد باله، وبتفتح الزنزانة وبيطلع السمك المتوحش. فبتأمره مارينا ان هو يتخلص من عثمان، والمصيبة انها بتقول لهم يتخلصوا من اريال كمان. وبكده تطلع حادثة مش فعل فاعل، وبينطلقوا الاسماك المتوحشة علشان ينفذوا امر مارينا. نرجع تاني لاريال اللي بتلاحظ حاجة غريبة، اعشاب مرجانية طويلة جدا، ولما بتشوف المكان اللي وراها كلها جبال من اللولي. وفجأة بتلاقي صندوق الموسيقى بتاع والدها ووالدتها، تفتحه بيطلع الموسيقى منه. وبيجيلها عثمان، واتاري عثمان جابهم المكان ده علشان يعرفها حقيقة والدها. بيقول لها ان قلب والدها مكسور، وانه لغاية دلوقتي ما تعافاش بعد وفاة والدتها حب حياته، وكمان كانت اقرب صاحبة ليه. فبتفهم اريال موقف باباها، وانه نسى شعور السعادة بعد موت زوجته، وبتقرر انها ترجع له من تاني وتاخد صندوق الموسيقى ليه. وبعدها بتودع الاسماك وبتاخد عثمان وبتمشي. بس فلتة ما بيرضاش يسيبهم لوحدهم، وبيقول للاسماك انهم لازم يساعدوهم وانهم حلفوا اليمين. لكن الاسماك برضو ما بترضاش يساعد اريال وعثمان، لكن فلتة بيروح وراهم. واثناء ما هم ماشيين بتظهر ليهم مارينا ومعاها الاسماك المتوحشة، وبتخلي الاسماك تجري وراهم كلهم. عثمان بيطلب من اريال وفلتة انهم يهربوا بسرعة، وبيقف هو قصاد مارينا بتكون على وشك انها تقضي على عثمان، لكن بيقدر ينقذ نفسه على اخر لحظة وبيحدف عليها نجوم فبتقع على وشها. اما اريال وفلتة الاسماك المتوحشة بتحاصرهم وما بيبقاش قصادهم اي حيلة. وفجأة بيوصل ليهم صحابهم وبيساعدوهم، فبيوقعوا عليهم العواميد، لكن الاسماك بترجع لهم من تاني وبتطاردهم. وبنرجع لعثمان اللي بيعمل فخ المارينا وبيحبسها. ساعتها بيشوف الاسماك المتوحشة بتجري ورا فلتة، وقتها عثمان بيمسك في ديل السمكة وبيدخل بيها في باقي السمك متوحش، وبسبب كده بيتكعبلوا في بعض وبيتشبكوا. ولحظتها الملك شيبان بيوصل، بس الكارثة الاكبر ان مارينا بتحدف نفسها على عثمان، فبتجري اريال عليه علشان تنقذه وكمان والدها. فبتخبط في مارينا فبتقع مغمى عليها ومعاها الصندوق الموسيقي. وقتها بيروح ليها الملك وبيشوف الصندوق. لحظتها بيغني ليها اغنية والدتها. ترجع اريال تاني وبتفوق. ملك بياخد اريال وبيرجع بيها للقصر من تاني. ساعتها بيعلن الملك شيبان ان الموسيقى هتشتغل في المملكة زي زمان، وبيعين عثمان اول ملحن للمملكة رسمي. بس عثمان بيستغل الموقف وبيخلي الملك يحلف اليمين، وفعلا الملك بيحلف القسم لانتمائه ومساعدة محب الموسيقى. اما مارينا بتتسجن مدى الحياة وبتتحل اخيرا المشاكل العائلية، وبيحتفلوا حتى الملك بيرقص والموسيقى بتعوم في المكان، قصدي بتعم المكان. وهنا الفيلم بيقولك مهما اللي رحلوا عن عالمنا كانوا غاليين، لازم ننسى علشان نعرف نعيش. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناة لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. اشوفكم في الفيديو الجديد.